وقلت لها لو قربتي اكتر هنط، مش فارقة كتير. وترى دي شخصية جديدة بعد ما كنت محتارة واخدت رأيكم يا احلى متابعين. وطبعا ميرسي قوي قوي على احلى الكومنتات واللايكات، ما تعرفوش ده بيديني حماس قد ايه. بحبكم قوي. يلا بقى انمي جديد مع احلى المتابعين. اهتمام الناس باليوتيوب، ناس كتير بتنزل فيديوهات محتويات كتير مضحكة وفي مفيد وفي حاجات ملهاش لازمة. ملايين المشاهدات في ثانية من أصغر طفل لأكبر جد. 3 أصحاب من زمان قرروا يعملوا يوتيوب مع بعض، ودي كانت فكرتهم وكانت ناجحة وعندهم كتير من المتابعين. اللي حصل الاتنين دول بيعملوا لايف وبيقولوا ان خلاص مش هيكملوا مع صاحبتهم التالتة وهما ليهم متابعين كتير، وبدأوا في اللايف يقولوا كلام مش حلو على صاحبتهم علشان الترند بقى وكده، وبدأوا يعتذروا عن اللايف الأخير اللي حصل فيه الضرب بقى. وطبعا هم أصحاب من زمان وشركة في القناة من الثانوية. الكلام ده ما يتسكتش عليه، دول مش بيقولوا كلام حقيقي. انتوا مش هتعرفوا تنجحوا من غيري، انا صاحبة الافكار. لا احنا هنشغل حد معانا ويلا اتفضلي علشان نكمل اللايف. ومشيت منهارة مش متخيلة يعملوا فيها كده علشان صحاب من زمان قوي. جتني فكرة اعمل لايف من قناة تانية وافهم الناس، وللأسف الناس بتهاجمها من غير ما تقول اي حاجة، واتغطت وقفلت اللابتوب وقالت تعتذر عن الضرب، بس افتكرت التعليقات السيئة للأسف. وتاني يوم جاتني فكرة اني اشغل حد معايا ونعمل محتوى سوا. انا دلوقتي هنزل بوست وهبدأ من الصفر. شم ريحتك جميلة من بعيد، ايه النار دي ومنين جت؟ وهنا بتفرح صاحبتها ان هي صحيت بعد 20 سنة نوم. نسيت اعرفكم، دي فينيا مصاصة دماء، يعني بعد النوم ده كله اصحى في احسن جزء في الحلم. وطبعا صاحبتها كانت مهتمة بيها طول فترة النوم دي كلها، بس جابت لها جبل من الديون. ايه ديون ليه؟ اصلا صاحبتها كانت مجنونة تداول بالاسهم، وهي بتفرجها يعني ايه تداول شافت صورة البنت اللي حلمت بيها. ايه ده؟ دي البنت اللي شفتها في الحلم، لازم اشوفها. ناس كتير جت تعمل انترفيو معايا. ايه اللي جاي يطلع ترند بعد اللي حصل، واللي جاي يهزر وعايز يشوفني، واللي جاي يسجل علشان يتكلم عليا، واللي مش فاهم حاجة وجاي وخلاص. كنت عارفة ان صعب حد محترف يجي يبدأ معايا من الصفر، وطلعت اتمشى لوحدي وعديت قصاد المستشفى المهجورة، وجاتني الفكرة ان انا ادخل واعمل نفس فكرة الفيديو اللي عملناه من جديد. ودخلت اتخبطت وجبت الدم، وفجأة لقيت واحدة ماشية على السقف. اتجمدت ووقفت في مكاني ومش فاهمة ازاي كده، وبرجع لورا اتخبطت في حاجة، وطبعا شافتني وقالت ياه اخيرا لقيتك. وفضلت اجري كتير وطلعت على السطح ووقفت على السور وقلت لها لو قربتي اكتر هنط، مش فارقة كتير. وبس كده. لو عجبتكم القصة عرفوني اكملها. باي.